هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. مرحبا بكم مستمعي ومستمعات صوت المنتدى. يسعدني أن أكون معكم أنا صلاح محمد زين في ساعة هذا المساء السبت 2 من شهر أغسطس، والذي نستهله بنشرة للأخبار تقدمها الزميلة آمال علي، ثم تعليقا بقلم الزميل محمد علي موسى. كما يوجه الزميل موداي رسالة إلى قوات الدفاع الإريترية. يليه قراءة لما كتبه القاضي عبد الله خيار عن مأساة الاختفاء القسري في إريتريا، ويتخلل ذلك شعر ومنوعات غنائية، فابقوا معنا. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء: منع جميع أعضاء الحكومة الإريترية من الدخول إلى الأراضي السويدية. ووسط مخاوف على مصير 300 طالب وطالبة
أفراد الدفعة 27 يعودون إلى مكان إقامتهم. ونائب برلماني أسترالي يقول: نؤيد العقوبات، وعلى بلادنا منع ضريبة 2% أسوة بالسويد وكندا. الأخبار بالتفصيل. أكدت مصادر موثوق بها أن الحكومة السويدية قد أبلغت السفارة الإريترية بالسويد مساء الأربعاء الماضي بقرارها منع جميع أعضاء الحكومة الإريترية من الدخول إلى الأراضي السويدية. وحسب الأنباء التي وردت إلى موقع الجبيل الإلكتروني أن القرار يشمل الوزراء الإريتريين وبعض المستشارين وكذلك الشخصيات المقربة من الرئيس إسياس أفورقي. هذا ويذكر أن نقابة المحامين السويديين كانت قد رفعت قبل عدة أسابيع مذكرة إلى الحكومة السويدية تتضمن عدة مطالب من ضمنها زيادة الضغوطات الدبلوماسية على حكومة نظام إسياس. كما بحثت شخصيات وجهات قانونية خلال شهر يونيو الماضي إمكانية رفع دعاوى قضائية في حق إسياس وعدد من الوزراء والمستشارين بتهمة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية. ومن ناحية أخرى، شهدت العاصمة السويدية اليوم السبت تظاهرة مناهضة للنظام في احتجاج على مهرجان يقيمه أتباع نظام الطاغية. وسط حالة من الترقب والقلق على مصير أكثر من 300 طالب وطالبة يقال أنهم لقوا حتفهم بمختلف الأسباب في معسكر ساوة أثناء التدريب، وصلت إلى أسمرة ظهر يوم السبت الماضي دفعات من منتسبي الدورة 27 لطلبة الخدمة الإلزامية. هذا وقد أدى الغموض الذي أحاط بظروف انقطاع تواصل هؤلاء الطلاب وعدم إجراء أي تبليغ رسمي من قبل السلطات المعنية لأولياء الأمور إلى ظهور الكثير من مظاهر القلق والترقب حول مصيرهم، مما جعل الكثيرين يشكون في أن يكون أبنائهم قد تعرضوا للقتل العمد. بينما يتوقع البعض أن يكون جزء من الطلاب قد غامروا بالهروب إلى السودان في طريق محفوف بمخاطر كثيرة. ومن المؤكد أن ميادين التدريب العسكري في ساوة تشهد سنويا حالات وفيات ويتم التكتم عليها، ويعتبر الضحايا مفقودين لأسباب مجهولة. إلا ذلك لم يزل الآباء والأمهات قلقين على مصير أبنائهم من المنتسبين للدفعة 26 والبالغ عددهم 14,000 طالب وطالبة، وكانوا قد أنهوا فترة التدريب في يوليو من العام الماضي، لكنهم لا يزالون رهن الاحتجاز في معسكر قريب من مدينة أفعبت دون أي مهام أو رعاية صحية أو برنامج تأهيلي. ومما يزيد من قلق الأسر على أبنائها وبناتها هو فرص الإجلاس الضيقة التي تجعل نسبة 15 فقط بالمئة من الحاصلين على مقاعد في كليات وجامعات في البلاد، وتتحول نسبة 85% الباقية إلى أعضاء في الجيش. هذا هو المصير الذي ينتظر هذه الدفعة والدفعات الأخرى المتخرجة من ساوة والتي بلغ عدد أفرادها نصف مليون مجند حتى الآن. من جهة ثانية، علم أن الدفعة 27 سيعود أفرادها إلى ساوة لتبليغهم بنتائج الامتحانات، وهو عكس ما يجري في السابق، حيث كانت الدفعات السابقة تخطر بالنتائج في أماكن إقامتها ومن ثم يتم توزيع القليل منها في معاهد والكليات، والأغلبية يتم توزيعهم في وحدات قوات الدفاع الإريترية. كشف نائب برلماني أسترالي أن إمكانية لعب بلاده دورا كبيرا ومؤثرا للضغط على أسمرة لإحداث تغيير في موقفها من الحريات سيكون قريبا، لكون أستراليا شريك في عمليات التعدين هناك. كما يمكن لأستراليا على حد قوله أن تلعب دورا مؤثرا في تخفيف معاناة اللاجئين الإريتريين. وأوضح المستر آدم باند العضو البرلماني عن حزب الخضر الأسترالي عن اهتمامه ومتابعته للأوضاع الصحفية في إريتريا، وقال أنه تحدث مع وزيرة الخارجية الأسترالية حول انتهاكات حقوق الصحفيين وحرية الصحافة في إريتريا. وأضاف: قد تحدثت وبطلب عاجل داخل البرلمان الأسترالي عن أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا، وذلك لأول مرة في تاريخ البرلمان. كما أعلن السيد بان في حديث مطول أجراه معه موقع أدوليس الإلكتروني عن تأييد للعقوبات المفروضة من المجتمع الدولي على إريتريا، وقال: على أستراليا أن تحذو حذو كندا والسويد فيما يتعلق بمنع تحصيل ضريبة 2% التي تفرضها أسمر على مواطنيها الذين يحملون جنسيات تلك الدول. وأبان باند عن اهتمامه بقضايا الجاليات الإفريقية بشكل عام والجالية الإريترية بشكل خاص أن مرده إلى موقف مبدئي سياسي من الديمقراطية وحرية الإنسان منذ أن كان محاميا يدافع عن قضاياهم وحقوقهم في أستراليا. وحسب أدوليس الذي نشر خبر هذا اللقاء يوم أمس الجمعة أن المستر باند الذي يعتبر صديقا للجاليات الضعيفة في أستراليا تحدث عن عدد من القضايا التي تهم الإريتريين في كل مكان.
هذا ويعتبر الحوار الأول من نوعه والذي تجريه وسيلة إعلام إريتريا مع النائب البرلماني آدم بند، وهو الموصوف بأنه صديق للجاليات الضعيفة في أستراليا. نهاية النشرة. فصل ميو يلالي يلالي أصلك يا فصل ميو يلالي عداري ندعذر ميو أصلك يا فصل ميو يلالي يلالي أصلك يا فصل ميو يلالي صوت المنتدى. الديكتاتورية نظرية كاملة وعقلية ماكرة وآليات كاسرة. في البدء، ما هي الديكتاتورية؟ الديكتاتورية هي الحكم بدون شرعية دستورية، بمعنى أن يصبح قول وفعل الحاكم هو القانون. إنها الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة في المجتمع. تتمتع فيها الحكومة الغير شرعية بالسلطة المطلقة، وتمثل ذروة الفساد، لأنها اغتصاب واحتكار للحق العام وانفراد به دون وجه حق. هذا التوصيف العلمي ينطبق تماما على نظام الحكم في أسمرا. هكذا حكم هو من يسيطر على شعب ناضل ل100 عام وقدم 100,000 شهيد لبناء دولة العدل والحريات، فكيف يستقيم هكذا أمر؟ في البدء لابد من الإشارة إلى ظاهرة النظام الاستبدادي الدموي للطاغية إسياس أفورقي، وهي ليست ظاهرة نشاز في التاريخ البشري، بل هي ظاهرة تتكرر متى ما توفرت لها الظروف وتنتهي بانعدامها. إن الخلفية التي تسرب منها هذا الداء العضال تكمن في عمق النفسية الإريترية التي تكونت في اتجاه واحد، أي أن العدو أجنبي، وحسن الظن بأبناء الوطن، وقبول الأوامر أيا كانت درجتها ونوعها مقابل هزيمة العدو الخارجي، واعتبار طرد الأجنبي نهاية المطاف. إن القضاء على الديكتاتورية لا يتم في غفلة من الزمن، ولا بلعنة ولا بخبط عشواء ينشأ من فراغ، إنما المسألة لها مرتكزات ومفاهيم وآليات. فتراث الفكر السياسي قبل قرون خلت يشير إلى مقولات ميكافيلي والقائلة بأن الإنسان في الغالب أناني مصلحي لحظة المواقف المصيرية. لهذا على الحاكم أن يتصف بالقسوة لضمان المهابة والولاء،
وأن يعتمد على إخافة الناس أكثر من محبتهم، وأن يعتمد على المكر والدهاء والضحك على عقول الناس وإرباكها، شريطة الادعاء بالنزاهة والبراءة. كما عليه التنصل من وعوده عندما يراها تؤدي إلى الإضرار بمصالحه، وسيجد دائما من تنطلي عليه الخديعة. كما عليه التظاهر بالرحمة وحفظ الوعود والإخلاص والوطنية، وأن يجعل ذلك قناعا يوميا، وأن يعمل على تسليح فئات موالية ويغطيها بالوشاح الوطني العام. مع تزايد النفور الشعبي الوطني يكون وحدات أجنبية ويرتبطان مصيريا. على خلفية هكذا مفاهيم والتي ينكرها قولا ويطبقها عملا، يقيم أجهزة بمسميات مختلفة وظيفتها حماية نظامه. فمن خلال الأجهزة القمعية وأذرعها المتعددة يقوم بترويع المجتمع، وبهذا يستمد استمراره من الخوف والذعر لا من الشرعية. وبأجهزة الدعاية يقوم بالتزييف والكذب المستمر وغسيل الأدمغة وحجب الحقائق، فيضخم عناوين معينة ويخفي أخرى. ومثقفو الزعيم يحولون الهزائم إلى انتصارات والإخفاقات إلى مؤامرات خارجية، وأفعال الشرفاء الأحرار إلى أعمال إرهابية، وعملاء الخارج مانحين بذلك النظام الاستبدادي شرعية زائفة مقابل ترقية وعطاءة مادية. ويستخدمون في هذا التخدير مؤثرات المخزون العاطفي للشعب كالشهداء والوحدة الوطنية والوطن، ملصقين كل القيم التراثية والأخلاقية بالحاكم المستبد. لتجد بعض السذج والمنتفعين يكررون عبارة أن الزعيم غير فاسد، رغم أنه يمارس قمة الفساد، ألا وهو الفساد السياسي، فيتم تصويره بالقائد الملهم والموحد والمخلص، كل ذلك في ظل غياب تام للمراقبة والمحاسبة. وفي الاقتصاد يعمل نظام الاستبداد على التعاقد بسرية تامة مع الشركات الغربية والشرقية، والتي لا يعنيها إلا ربحها الخاص، وهي تتعامل مع موارد ضخمة كالذهب مثلا، مسروقة من قبل عصابة تسمى حكومة دون رقيب أو محاسبة. فالتجهيل هو الأب الشرعي للنظام الديكتاتوري، وتشجيع ثقافة الخنوع والتنظير للهزيمة والعجز والتوكل وتفريغ التعليم من محتواه والادعاء عكس ذلك. فالمتتبع لتلفاز الطاغية يتوهم وكأن كل يوم يتم تخريج دفعة جديدة من حملة العلم، فبدل عن طرح مشكلات يواجهها المجتمع كانقطاع الماء والكهرباء وتشظي الأسر والمجتمع وانعدام لقمة العيش والحريات وسلطة المجتمع المغتصبة والوطن المنتهك سيادته، نجد أن العقل يؤخذ في رحلة متاهات وأمان السراب وتغني وسرد دائم لبطولات الماضي، في استخفاف مذل بالعقول يتم خداع الناس بتقديم كبش الفداء بين فينة وأخرى عن الفساد والانتهاكات لتفريغ شحنة الغضب الشعبي في غير موضعها الأساسي. بل ينال الزعيم بهكذا مناورة الحمد والثناء وهكذا دواليك، دون أن يسأل أحد كيف يحاكم رأس الفساد فسادا أصغر هو من صنعه بالأساس. الإقصاء والتجميد والإخفاء القسري والاغتيال لكل من بدأ في استيعاب اللعبة الاستبدادية وتجريم كل مظاهر النقد والتجمهر والتظاهر والأطر الفئوية والمدنية والرأي الآخر، وكذلك عسكرة المجتمع لتسهيل إدارته بلغة الأوامر واعتقال الشباب في خارج المدن بالمنهجية العسكرية. وكل من سئم هذه العبودية يهرب إلى الخارج ويتنفس بذلك النظام الصعداء، لأن طرد هذه الحمم الشبابية الغاضبة خارج الحدود هي عملية التنفيس اللازمة لضمان عدم الانفجار الشعبي وخاصة قواه الشبابية. فتشريد الشباب سياسة ممنهجة ومعقدة تحظى بالأولوية وتدار على أرفع المستويات، على النقيض مما نراه من ادعاء المظاهر. معلوم أن حقوق الأمة تحفظ بتوحدها ضد الاستبداد، لهذا يدعي المحافظة على الوحدة، وفي الواقع يمارس بحرفية خبيثة التفريق بين مكونات المجتمع وفقا لمبدأ فرق تسد، فيثير الفتن بلغة مبطنة ويدير على الأرض خلخلة نسيج المجتمع والطوائف، ويقرب البعض بتخويفهم من الآخر، ويرشي ويغري
حينا وكل ذلك خلف الستار، لا كما يفعل البعض مدمني الفشل السياسي. يفعل كل ذلك لكنه يغالي بتطرف في التعبير عن حرصه على وحدة الشعب والوطن. فالنظام يدرك أن مفاتيح الهوية الإريترية تتمثل في حرصها الشديد على وحدتها ووطنها، فمن الطبيعي أن يكون الصراع بين مناضلي دولة العدالة والديمقراطية وبين سلطة الاستبداد، ولكنه وللهروب من هذا يسعى إلى استدراج مناوئيه للوقوع في فخ تهمة تمزيق المجتمع والوطن، ليحول الصراع في آخر جولته إذا ساعدته المعارضة ووقعت في فخ الاستدراج إلى صراع حرب أهلية. والأمثلة في ذلك كثيرة، ففي سوريا بين علويين وسنة، وفي مصر بين إسلاميين ونواة الاستبداد المتدثرة بمناهضي الإسلاميين، وقطعا المستفيد من كل ذلك دائما هو النظام الدكتاتوري. محصلة كل هذه الأساليب تفرز المزيد من الجهل والفساد والتخلف والتراجع في كل الميادين الحضارية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وتحول المجتمع إلى مكونات وفرق متناحرة تراقب بعضها البعض، وتتراجع وتنهار القيم النبيلة للمجتمع. وإذا كان أحد أطراف المعادلة في المشهد السياسي الإريتري هو الدكتاتور ذا النظرية الكاملة والعقلية الماكرة والآليات الكاسرة، فما حال المعادلة في الطرف الثاني؟ يصبح من نافلة القول التأكيد بأن أداء قوى المقاومة النظري والعملي له دور أساسي، فإن لم تتمكن قوى المقاومة من إدارة الصراع وفقا لشروطها، يحيلها نظام الطاغية لفزاعة يخيف بها الشعب في وحدته وسلامة أراضيه وبالمجمل في مستقبله. ومن هنا تنبع ضرورة أن يقوم مناضلو الحرية بتفهم نظرية الدكتاتورية وآليات عملها، والعمل على تفكيكها بنظرية فكرية تبني دولة العدل والحريات. وهنا لو تركنا بعض الاستثناء نلمس بوضوح تقارب لقوى المقاومة على ساحة النضال الفعلي المناهض للاستبداد. فالاضطهاد القاسي الذي طال شرائح المجتمع الإريتري داخل الوطن، والعمل الجاد والصادق بالخارج من تظاهرات ومقارعات في المنابر الدولية، كل ذلك بدأ يقرب الرؤى ويخلق الوحدة، والتي هي على الدوام نتاج مجابهة لتحد مشترك. من الواضح أن الدكتاتورية لها نظريات وآليات ليست سهلة، خاصة الاستبداد الطويل والدموي، ورغم ذلك فإن عملية اقتلاعها كانت وما تزال حتمية كما تشير كل تجارب الشعوب، إلا أن عملية تقصير عمر الدكتاتورية وتأمين تفكيك قنبلتها يتطلب النضال المباشر والملموس والتضحية ووعي فكري عميق للتنظيم وتوحيد دقيق لقدرات الشعب. بقلم محمد علي موسى. تحلموا بعالم سعيد، فخلف كل قيصر يفور قيصر جديد. لا 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 تحلموا بعالم سعيد، فخلف كل قيصر يفوت قيصر جديد، وبعد كل سائر يموت أحزان بلا جدوى ودمعة سدى. أحتاج دوزنا
ساحليك إلى الأبد تابعوا ما شئتم أو طاوعوا من خفتم فالزاحفون إلى الفجيعة أنتم فقد افهموا ألا وثيقة أو وفاق ولا حقيقة أو نفاق تخفي عن الأطفال عورة من دفنتم من رجال يا بحر حرك تحرك انفض يا بحر قم حرك تحرك انفض نحو ابتدائك فالنهايات البعيدة لا تحد الفوز جحيمك أو فغاني ساحليك إلى الأبد الفوز جحيمك أو فغاني ساحليك إلى الأبد تابعوا ما شئتم أو طاوعوا من خفتم فالزاحفون إلى الفجيعة أنتم فقد افهموا ألا وثيقة أو وفاق ولا حقيقة أو نفاق تخفي عن الأطفال عورة من دفنتم من رجال بحركم حرك تحرك انفض يا بحركم حرك تحرك انفض نحو ابتدائك فالنهايات البعيدة لا تحد صوت المنتدى. ليكاس الجيش قوات دفاع إريتريا حايسام حواد أفراد جيش قوات إريتريا السلفة الدنيا مجاق ريت لي تركب أقل عافية كالسلف أقلكم عافية والشغلكم سرقل نتمنأكم سنيتكم تأسنينا وتأشننا وأكيدكم أكيد ناتا كما آنف دولة كما انتهت لنبع ديب قروبنا كان حتى دولة الزبط كل قروبنا لما تصنع كم صلحو نحن وانتم كم أورا قروب متيصتكم متيصت ناتا اللي منو ندبق قسناتو اللي ليكا أقل سكب لحلا أقل فزع وهرقوت لحلا أقل حسوسي وقلت الهجيانا لفكر ومن اللي والعلا قلت هاقا لقدر لكن أقلت هاقا فرصة لي ركبة هي نسال أقل نقبأتو يوم جيش قوات دفاع إريتريا من أباي حقا مدرو وشعبو الدفاعات تنتو ديب عدو وشفرو سبقو بحوية ولا جلال بلوم شفتيت لزمت هلا أنتم من معدي لما تسأباي تعقبو سبقكم يوم أنتم وسلحكم مسكوبة لهبكم ديكتاتور لتكايد هلا كما كل لدى اللي قوات دفاع حتى دولة لناي السلف وقيو من ناي خارج أباي العقب كم صلهوما ناي بيئة بقوت كم زلزال وفيدانات دول صادف قدم اندقا اتمنقف شعبو قدم جيش حتى دولة بشعب اندهدقا ودقاما أقل تحكم أبلا حري دستور وطنو ليت أكم نتمرح باريتو سبت اللي جيش دولة انبر أقل دستور دولة انديكون أقل قالك بقى تنظيم سياسي تقع عندنا السي أقل شعبو أقل بقى وجبو حادرة سياسة إريتريا التأكيد درجة بعض صحتكم هليت من كل والعل أنتم دلو مثلنا اللي هي شعب من كان أنتم بكشافاتكم لتتقاموا تأباي اندي قبي بلا أمنكم وحوكم اندفر عنا شعبكم لعذب هلا سبت اليوم شعبكم أقلت أتناقفو واتعقبو اتكم سايتو عباية الهليت كما جيشنا وشعبنا كل لدليو دستورنا برئيس إساس اندك كترا مكتبة زيادة 7 سنوات لكوف هلا كما حق حريات للتمنينا هو التمنيكمو
حكومة ديمقراطية وطنية أجن أسسي غدرنا من حرية أسك أزي 13 سنة بقي جبي بحجلت خضعنا اللي لقبا عندي يكون لبن عابيكم من فجر فجر جبي التبلو أصبركم أقل صبركم كم أقل نسيو سبت اللي أسكمي دولتو أقل نتحملو وأسكمي دولتو أقل نصبر يوم كفي كلا تبلو التا وقراركم لا تنسوتا أمعلتا أقل زي 3 سنوات اتكمتوا لنا دستورنا دمان أقل حكومة انتقالية الديمقراطيات لنتعد أبو اتلجوه جيشنا بقلبه وأهدافه بدستور وطننا أقل تمرح لازمتو الدستور ما تمرح هي أقل عدوى شعب مقدام معناتو دستور أقل فنجيله شعب وحكومة لهلا دارت قيد لودي مستندتو اللي اتمشنقل عدنا لهلا ديكتاتور حيلة بارودة بيسبت لبل أقل مطالب وأسئلة شعبنا عندك يدا قيس هلا عدنا اتقوي تطور أقل يتأسيرر كم إشوخ حتصور بطورة هلا بدستورنا قيد أقل لقبأ قلو وجب التل وقت أفراد جيش دفاعكم كل قبيل اتأكيد منبروت الهلا اتكلو دفاعات لهلا ياكب الجيش سنة بقي قبي قلد وفريهو وتجباب حودام للأتي كبوت شغل اتكدما وبحود من أديكت أفو كليبت حسلادي أقلل هلا عو العداقة كم إيلك هل مستيريكون حسر ماهيت وصلاد ليت عندي قبي قدم كله مسألة حقته كله أسئلة ومطالب جيش أسك إلا بليس راكب يهلا برحودام لقب أو أفراد من أفراد جيش دفاع إريتريا ولا توكلت درجة الهلو ما من قبو أجنيتهم وسبقهم أقلت نبابرو قادرام يحلو ماهية الدهور درجة مسؤولية الهلو اتورح 1100 $20 شوال أكلي تمتزي خدمة وطن لهلا هي 50 نقفة حتى $1 اتشهر كيلو سكري تمتزي خدمة اندات ماما الجيش لهلا هي 405 نقفة $9 ماهية كورونيل التل وقت أورا بقعي تمتزي منبرو كنا قاليت إن انتا قدم واجبات وطنو وقدم مطالب وطنو طول قدم سبت اللي كل اتنبور أقل بلس دفع اندبيلا بملها يقدم هلا أسك أزي من كلمة ألف لبزحو أفراد جيش دفاع إريتريا حقهم قل ركبوا سبتي قدروا من عدهم لجو اللهم مبزحهم كل حروبات فراسة تحاربوا شباب إريتريا من أبايل أنقفوتهم من اللهم الصحراء وأبحور لترفوا حونا حودام يكون مالي الدفاعات مسلكم لعلوتهم بزحام من أكي وداي فرروت رحوم لتبطوا قادات براقيد وبطلوني ما اندي ترفو أبتت هيبهم ماهيت مسلها الليت مدهوار اقتصاد أجنيتهم أقل اللي صرفوا سبتي قدروا أنسهم وأجنيتهم وويلدتهم سفر كرم بحاملة كذن أقل حالوف ومن أكان اتقبض عصب كل هاللو حودام يكون اللي من أقل تتهاقي واتكرسك أقل تعقروا لتحري أمعيت لقارج واقعتو حال أقل تركب ألوغا من قبي هي اتمحبر ابكرن وقل أقل تهدقتو بو اللهم براءة إيمانهم جلاب عد وشعب شبتهم لسبلهم حيربة وطن قبيلهم قد محلو لمسلهم لتفنات أكي منبرو تعورام لهلو قوات منقفو وطن مشاكلهم أقل تأمر اللي تلو جيشنا أمبر كافية ماهية اتكدن كرتتب لكم الليكم نأمر حبن وطنكم وشعبكم لقبأكم أنفار منقفو وطن جلا وطن وشعب التبلو أقول كل مشاكل وأكي ميرحات انت تصوركم أقول لما تصرح يتقامتو كم الليكم نأمر بزحام أنفار اتفنجيكم بعمر لتقدموا وجلس آن عافية ومشاكل اجتماعية قبو آمت انتم انبر رحمة لسع عندك الصبو خدمة لأطلالكم هلو كمروم بنا شعب بإيمان مطوركم تلهلا لكن السلف أقل حقكم أقل بطرلبو مسلوم لهليكم أنفار منقفو وطن انتم التحال فمرير قبي تحرير
وعقب سيادة وطن قياس الألبو أرواح قاليام حونا وحواتنا سبت دفعنا حقو اللي كله زعت حرب أقل نسمع ينحزي بقى ألقبا أسباب دنبريين إرثريين أقل تكعي كم يوجب نأكد لكن ميرحي إلى نظام دنبريين أقل كعي حركم إيلبل التحالف وقد أكد أقلنا اللي سبت قاء إسات صورام لهليكم حيث يتفتح ولاد وطن حتى أدى اندقبأكم أكل من تبلو اللي اتمشنقل وطن لهلا ديكتاتور وجماعته اتقدمكم دقيقة ما تقبأكم إيباترو تأمرو مثلنا سبت اللي جيش منقف وطن اتلس الدت وقت اتمطور شعبكم اندبطركم جلاب حقكم وحق قبيلكم كم مديمة للمدناه منكم بإيمان وحطر باقع ونايدنقو بقراركم أقل تنسؤو نتلاكي المشاهد الخمسة لمأساة الاختفاء القسري في إريتريا. كتب القاضي السابق بالمحكمة العليا في إريتريا عن مأساة الاختفاء القسري في إريتريا الذي مارسته ولا تزال مجموعة السياس منذ تقلدها زمام أمر الحكم في إريتريا. فالمشهد الأول من مأساة الاختفاء القسري حسب الكاتب: يصل بعض الرجال ثم يقتحمون مسكن أسرة من الأسر في مدينة كان أو في قرية. إنهم يجيئون في أي وقت من النهار والليل، يرتدون ملابس عادية أو زيا رسميا في بعض الأحيان، ولكنهم يحملون السلاح دائما، ثم بدون إبداء أي أسباب أو إبراز أي أمر بالقبض، بل في الكثير من الأحيان دون الإفصاح عن هوياتهم أو السلطة التي يأتمرون بأوامرها، تراهم يجرجرون واحدا أو أكثر من أفراد الأسرة إلى سيارة، مستخدمين العنف في هذه العملية عند اللزوم. المشهد الثاني من مأساة الاختفاء القسري: يضعونك في زنزانة، يتركونك وحيدا، لا يسألونك ولا يوجهون لك تهمة، تدخل في صراع مع ذاتك. يا إلهي، ماذا ارتكبت من جرم؟ تقنع نفسك بأن هنالك خطأ ما وسوف يفرجون عنك في الغد، وفي الغد يتجاهلونك فتحاصرك أسئلة كثيرة لا تجد لها إجابات. يكلفون بعض الأشخاص ليجمعوا ما يدور عنك من أحاديث في المدينة، والكل يفسر خبر اعتقالك حسب هواه، أو يجتهد في البحث عن أسباب خطفك من خلال معرفته بك. وما أكثر الإشاعات التي تدور عنك، خاصة من قبل أولئك الذين يدعون أنهم كانوا حريصين عليك، فينسجون من خيالهم حكايات، ربما لأنهم متأكدين أنك لن تعود أبدا، أو على الأقل لن تعود قريبا. أنت وحيدا في تلك الزنزانة القذرة، يأتون إليك بعد فترة يقدرون فيها أن أعصابك انهارت، فيفتحون باب زنزانتك ويوهمونك بما استطاعوا جمعه من معلومات بأنهم يعرفون أي شيء عنك وأنك كنت تحت مراقبتهم. يزعزعون ثقتك في نفسك، وهم لا يعرفون شيئا عنك ولا يملكون اتهاما ضدك، ثم يتركونك وحيدا لا أحد يعرف مكان احتجازك، وتكون عرضة للتعذيب وكل أنواع البطش. أسرتك تجهل مصيرك، تتأرجح عواطفها بين الأمل واليأس، تترقب في حيرة لسنوات طويلة وصول أخبار عنك قد لا تأتي أبدا. المشهد الثالث من مأساة الاختفاء القسري: تمر الأيام بطيئة ثقيلة، وللاختفاء القسري آثار محبطة للضحايا وأسرهم. بالنسبة للضحايا، هم يتعرضون للتعذيب والخوف المستمر على حياتهم، أما بالنسبة للأسر
يجهلون مصير أحبابهم ويدركون أنهم أيضا مهددون وأنهم قد يلقون المصير نفسه وأن البحث عن الحقيقة قد يعرضهم لمزيد من الأخطار. ويدرك الضحايا جيدا أن أسرهم لا تعرف شيئا عنهم وأن فرص حضور من يمد لهم يد العون ضئيلة، وقد أصبحوا في الحقيقة بعد إقصائهم عن دائرة حماية القانون واختفائهم من المجتمع محرومون من جميع حقوقهم وواقعين تحت رحمة سجانهم. حتى وإن لم يكن الموت هو مصير الضحية وأخلي سبيله من هذا الكابوس في نهاية المطاف، فإن الآثار الجسدية والنفسية تظل باقية في الذاكرة. المشهد الرابع من مأساة الاختفاء القسري. تعاني أسر المختطفين والمختفين كما يعاني أصدقائهم لعدم علمهم إذا كان الشخص الضحية لا يزال على قيد الحياة، وإذا كان الأمر كذلك أين يحتجز، وما هي ظروف احتجازه، وما هي حالته الصحية. وكثيرا ما تزداد محنة الأسرة من جراء العواقب المادية للاختفاء، ذلك أن الشخص المختفي غالبا ما يكون هو العائل الرئيس للأسرة، وقد يكون هو الفرد الوحيد في الأسرة الذي يستطيع زراعة الأرض أو إدارة المشروع التجاري للأسرة. وهكذا يتفاقم الاضطراب العاطفي باقترانه بالحرمان المادي الذي تشتد حدته على الأسرة نتيجة من ارتفاع مستوى المعيشة. وعلاوة على ذلك فإن الأسرة لا تعلم إن كان الضحية سيعود يوما ما أو لا، لذلك من الصعب عليها التكيف مع الوضع الجديد، ولا تسمح اللوائح بصرف مرتب الضحية أو تلقي معاش أو إعانات أخرى، فتكون النتيجة في أغلب الحالات أن تعيش الأسرة مهمشة اقتصاديا واجتماعيا. المشهد الخامس من مأساة الاختفاء القسري. لقد أصبح الاختفاء القسري مشكلة تقلق وجدان المواطن الإريتري، وهو نتاج للديكتاتورية العسكرية التي تستخدم الاختفاء القسري كوسيلة للضغط على المواطن الإريتري وترهيبه وصرف نظره عن المشكلات الأساسية التي تعاني منها البلاد. إذن ما المطلوب منا الآن؟ وكيف نمد يد العون لهؤلاء الضحايا؟ إن أبسط ما نقدمه لهم الآن تقديم معلومات كاملة عن هؤلاء الأشخاص للجنة التحقيق التي أنشئت بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان مؤخرا، والتي سوف تبدأ عملها في سبتمبر القادم. إن الوقت يمر بسرعة، ويجب من الآن أن نقوم بتجميع كافة المعلومات عن كل المظالم التي لحقت بإخوتنا وأعمال الاغتصاب التي وقعت على أخواتنا وكل الأعمال الشائنة التي تعرض لها شعبنا لنقدمها لهذه اللجنة، وبذلك نكون وفرنا لهذه اللجنة كل المعلومات الضرورية لمحاسبة من أذاقونا شتى ألوان العذاب والتهجير القسري.
وما عاد كفاحك يا وطني صفحات نضال مطوية صفحات نضال مطوية صفحات نضال مطوية
صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء: منع جميع أعضاء الحكومة الإريترية من الدخول إلى الأراضي السويدية. ووسط مخاوف على مصير 300 طالب وطالبة، أفراد الدفعة 27 يعودون إلى مكان إقامتهم. ونائب برلماني أسترالي يقول: نؤيد العقوبات، وعلى بلادنا منع ضريبة 2% أسوة بالسويد وكندا. الأخبار بالتفصيل. أكدت مصادر موثوق بها أن الحكومة السويدية قد أبلغت السفارة الإريترية بالسويد مساء الأربعاء الماضي بقرارها منع جميع أعضاء الحكومة الإريترية من الدخول إلى الأراضي السويدية. وحسب الأنباء التي وردت إلى موقع الجبيل الإلكتروني أن القرار يشمل الوزراء الإريتريين وبعض المستشارين وكذلك الشخصيات المقربة من الرئيس إسياس أفورقي. هذا ويذكر أن نقابة المحامين السويديين كانت قد رفعت قبل عدة أسابيع مذكرة إلى الحكومة السويدية تتضمن عدة مطالب، من ضمنها زيادة الضغوطات الدبلوماسية على حكومة نظام إسياس. كما بحثت شخصيات وجهات قانونية خلال شهر يونيو الماضي إمكانية رفع دعاوى قضائية في حق إسياس وعدد من الوزراء والمستشارين بتهمة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية. ومن ناحية أخرى، شهدت العاصمة السويدية اليوم السبت تظاهرة مناهضة للنظام في احتجاج على مهرجان يقيمه أتباع نظام الطاغية. وسط حالة من الترقب والقلق على مصير أكثر من 300 طالب وطالبة يقال أنهم لقوا حتفهم بمختلف الأسباب في معسكر ساوة أثناء التدريب، وصلت إلى أسمرة ظهر يوم السبت الماضي دفعات من منتسبي الدورة 27 لطلبة الخدمة الإلزامية. هذا وقد أدى الغموض الذي أحاط بظروف انقطاع تواصل هؤلاء الطلاب وعدم إجراء أي تبليغ رسمي من قبل السلطات المعنية لأولياء الأمور إلى ظهور الكثير من مظاهر القلق والترقب حول مصيرهم، مما جعل الكثيرين يشكون في أن يكون أبنائهم قد تعرضوا للقتل العمد. بينما يتوقع البعض أن يكون جزء من الطلاب قد غامروا بالهروب إلى السودان في طريق محفوف بمخاطر كثيرة. ومن المؤكد أن ميادين التدريب العسكري في ساوة تشهد سنويا حالات وفيات ويتم التكتم عليها، ويعتبر الضحايا مفقودين لأسباب مجهولة. إلا ذلك لم يزل الآباء والأمهات قلقين على مصير أبنائهم من المنتسبين للدفعة 26 والبالغ عددهم 14,000 طالب وطالبة، وكانوا قد أنهوا فترة التدريب في يوليو من العام الماضي، لكنهم لا يزالون رهن الاحتجاز في معسكر قريب من مدينة أفعبت دون أي مهام أو رعاية صحية أو برنامج تأهيلي. ومما يزيد من قلق الأسر على أبنائها وبناتها هو فرص الإجلاس الضيقة التي تجعل نسبة 15 فقط بالمئة من الحاصلين على مقاعد في كليات وجامعات في البلاد، وتتحول نسبة 85% الباقية إلى أعضاء في الجيش. هذا هو المصير الذي ينتظر هذه الدفعة والدفعات الأخرى المتخرجة من ساوة، والتي بلغ عدد أفرادها نصف مليون مجند حتى الآن. من جهة ثانية، علم أن الدفعة 27 سيعود أفرادها إلى ساوة لتبليغهم بنتائج الامتحانات، وهو عكس ما يجري في السابق، حيث كانت الدفعات السابقة تخطر بالنتائج في أماكن إقامتها، ومن ثم يتم توزيع القليل منها في معاهد والكليات، والأغلبية يتم توزيعهم في وحدات قوات الدفاع الإريترية. كشف نائب برلماني أسترالي إن إمكانية لعب بلاده دورا كبيرا ومؤثرا للضغط على أسمرة لإحداث تغيير في موقفها من الحريات سيكون قريبا، لكون أستراليا شريك في عمليات التعدين هناك. كما يمكن لأستراليا على حد قوله أن تلعب دورا مؤثرا في تخفيف معاناة اللاجئين الإريتريين. وأوضح المستر آدم باند العضو البرلماني عن حزب الخضر الأسترالي عن اهتمامه ومتابعته للأوضاع الصحفية في إريتريا، وقال أنه تحدث مع وزيرة الخارجية الأسترالية حول انتهاكات حقوق الصحفيين وحرية الصحافة في إريتريا. وأضاف: قد تحدثت وبطلب عاجل داخل البرلمان الأسترالي عن أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا، وذلك لأول مرة في تاريخ البرلمان. كما أعلن السيد بان في حديث مطول أجراه معه موقع أدوليس الإلكتروني عن تأييد للعقوبات المفروضة من المجتمع الدولي على إريتريا، وقال: على أستراليا أن تحذو حذو كندا والسويد فيما يتعلق بمنع تحصيل ضريبة 2% التي تفرضها أسمر على مواطنيها الذين يحملون جنسيات
تلك الدول. وأبان باند عن اهتمامه بقضايا الجاليات الإفريقية بشكل عام والجالية الإريترية بشكل خاص أن مرده إلى موقف مبدئي سياسي من الديمقراطية وحرية الإنسان منذ أن كان محاميا يدافع عن قضاياهم وحقوقهم في أستراليا. وحسب عدوليس الذي نشر خبر هذا اللقاء يوم أمس الجمعة أن المستر باند الذي يعتبر صديقا للجاليات الضعيفة في أستراليا تحدث عن عدد من القضايا التي تهم الإريتريين في كل مكان. هذا ويعتبر الحوار الأول من نوعه والذي تجريه وسيلة إعلام إريتريا مع النائب البرلماني آدم باند، وهو الموصوف بأنه صديق للجاليات الضعيفة في أستراليا. نهاية النشرة. صوت المنتدى. هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية ساعة هذا المساء، والتي رافقتكم خلالها أنا صلاح محمد زين، وزميلي يوسف بوليسي في إعداد النشرة، وزميلتي أمال علي في قراءتها، وفريق العمل الإذاعي بالمنتدى. حتى جديد اللقاء بكم، دوموا في رعاية الله وحفظه.